ما تقوليش بقى المره دي صدفه. الصراحه مش صدفه، انا جاي عشان اشوف. طب كويس اني شفتك. صحيح انا ما نسيتش موضوع الغدا والعزومه. فين بقى؟ لا فكري ان انا بخيل وكده. اه والله لا، تلاقيت في الشغل بس. على فكره انا ما كنتش اعرف ان انتوا بتتعبوا قوي كده في شغلكم. مش فكره تعب، بس فكره اللي بيحب شغلنا اهو بيشتغلها من قلبه وبيخلص لها. ايه ده العمق ده؟ انت في الياسوف بقى مش ظابط. لا، راجل صعيدي. تحكي لي عنك شويه يا عمرو. طيب تحب نبدا منين؟ تعال احكي لك. ايه الاخبار؟ مبسوطه؟ طبعا مبسوطة، هي كانت تحلم بفسحة زي دي. بس بقول لك يا فهد، يلا والنبي انت تلاقيك صرفت دم قلبك. انا لو مش معاها هقول لك ما تقلقيش، هند تؤمر وانا انفذ على طول. قولي لي بس لو انت عايزه اي حاجه. انا عايزه ايس كريم. بس انا بسال كناري ما بسالكيش. ما انا وكناري واحد. بجد؟ لا يا هند يلا عشان نروح، كفاية كده. طب واللي يعز ويذل ما هنتحرك من هنا غير لما هند تاكل الايس كريم اللي هي عايزاه، صح؟ صح. تعال. اه ماما انا خايفه انام لوحدي، تعالي نامي معايا. ولا هو انت قد مزاجك ما بيجيبكش يد غير ان انت تقفلني وخلاص؟ ولا انا يا حبيبي لازم اديك 30 قلم على وشك عشان تهمد وتتخرس؟ بس يا راجل بس يا راجل، خلاص الواد مش حاملك فيه خلاص. قوم يا زياد، قوم يا حبيبي، قوم يلا واد يا زياد. ولا مالك؟ ضارب لخمة وساكت ليه؟ قول الكلمتين اللي انت هتموت وتقولهم. هو انا مهروس للدرجه دي؟ قوي متعرفش تداري. طب صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بصراحه كده من وانا عيل صغير وانا مدب، ماليش في اللف والدوران ومبعرفش ازوق الكلام. سكه ودوري انا متعلق بيكي وشغلاني، وبقيتي حاجه كبيره قوي في حياتي. يعني مثلا امبارح لما كنا خارجين من القسم وانا بوصلك كنتش عاوز اسيبك، عاوز اربط جنبك مبسوط. ولما روحت طول الليل صورتك مش مفارقه دماغي. يعني انت من الاخر كده بقيتي عشق في عشق. ايه انا قدام الناس وفي ايديك جلاتي. طبعا انت كنت فاكر ان انا دلوقتي هديلك من منقي خيار. عدتك ولا تشتريها؟ على فكرة يا فهد انا مش باردة زي ما انت فاكر. انا زي اي بنت في الدنيا، نفسها تسمع كلمتين حلوين وتلاقي معاملة طيبة. انا طول عمري بتنشأ على حد عشان يطبطب عليا بكلمتين. ومن اول ما شفتك يعني بطريقتك دي الصراحة يعني خربشت قلبي. بس أنا خايفة عشان أنا عمري ما اديت الأمان لحد إلا واتغدر بيا واتجرحت. وعشان أثبت لك كلامي بص أنا حاطة إيه في رقبتي. لا بشويشه بشويشه على قلبي. وانت خدتها من هند؟ خبيتها من هند ومن ساعتها وأنا لابساها في رقبتي، يعني عشان تبقى قريبة من قلبي كده يعني. لا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك بقى من نفسك عشان بعد الكلمتين الحلوين دول ورب العزة الدنيا بدأت تضحك لي. بس على الله على الله بعد كل الكلام اللي قلته لك ده تفكر تجرحني بكلمة، ساعتها
هجيب لك اخواتي السبعه الرجاله يفرموك. بالله. بالله. جدي زياد مالك بتعيط ليه؟ امك فين؟ امي شافت الراجل عندها يضربني وكان عايز يموتني. مالك يا زياد في ايه؟ امك سايباك ازاي تنزل دلوقتي لوحدك؟ انا عرفت منها قبل ما الراجل اللي عندها يمسكني. مش قلت لك يابا الست دي فجره وماشيه على حل شعرها وعندها عجل في البيت بيمد ايده على ابني؟ واحد الله يا ريكو، اسال ابنك بالراحه يمكن الواد فهم غلط. لا فاهم صح يا راويه. اقسم بالله انا اجيب رقبتها ورقبه الخروف اللي عندها في البيت. ضربتها وقلتها انا استنى يا ابني، ما توديش الحقيقه يا بنت بسرعه، ابوس ايدك بسرعه. حاضر يا ريكو. انا هودي الواد اجيلكم. تعالوا يا حبيبي بسرعه. انت ايدك على بنت الشوارع. يا نهار اسود. هاخد روحك. انا مش هسيبه النهارده ودور الجاي زباله الشوارع. بقول لك ايه؟ ده جوز. يا نهار اسود يا نهار اسود. جوزك؟ جوزي، ومالكش حاجه عندي غير ابنك بس، وكلكم تخرسوا وكل واحد يحط لسانه جوه بقه. انتوا مش عارفين واحده شمال وهتجاملوا بعض على قفايا، وجوزي يوم بتسجل لعقد عند محامي. انت شغاله بتغفليني ومصاريف ونفقه وايجار وهات يا ريكو والواد عايز يا ريكو عشان تصرفيها على الخروف بتاعك. النبي يا ريكو عشان خاطري، ابنك في حضنك وده اللي يهمنا، وانت مش عايز حاجه تاني، كفايه مشاكل. مش عشان الوليه دي، عشان ابنك. يلا بقى. يا اختي يا حلوه. ايوه يا اموره، اسمع يا حبيبي كلام الاموره واتكلوا على الله. اسمعي يا ست، انت بقول لك بقى من الصبح بدري تلمي حاجتك وتغوري من هنا، انت فاهمه ولا لا؟ يا حبيبي بتطردني من الجنه، سايبها لك مخدره. يلا بقى اتكلوا على الله، بدل ما عزة جلاله الله ابلغ الحكومه واقول انتوا عايزين تموتوني. يلا بقى اتكلوا على الله. يلا يا عم، يلا يا بنت، يلا يا بنت، يلا يا يلا يا ريكو، يلا. اوعى كفايه ما تستاهلش. يلا يلا يا بنت، يلا يا بعصاصه. هو في ايه؟ انتوا كلكم عليها ولا ايه؟ انت قاعد نادر كلب. بشويشه يا نادر باشا، بشويشه. ومصحف ربنا الراجل هيفطس في ايدك. الحكايه مش مستاهله توسخ ايدك بيه. الحكايه مش مستاهله. انت خايف عليه ولا ايه يا فهد؟ خايف عليه يا باشا. انا لو خايف ما كنتش جبته من وسط اهله وناسه فعلت بيه الافعيل. انما انا قصدي يعني ان القصه خلصت واللي احنا عاوزينه حصل. هنحرق ليه بقى؟ تمام. وانت وعدت وفيت. فهد لسه ما خلصتش اللي بيقولوا عليك بطل. بيقولوا يض انا بطل ابا عن جدا عن ستا. خلص الشغله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من نفسك. الله، طب ما احنا حلوين قوي اهو وشغالين في مكان كله دلع والدنيا رايقه وزي الفل. امال ليه بقى دخلتيني في حوارات ورايح وجاي وجواز؟ جواز ايه؟ ما كنا جينا دغري من الاول. اجي دغري ورب العزه، انا لو مش في مكان اكل عيشي لكنت كلتك بسناني. انت عيل هات يا يالا. ده انا هخلي ليلتك سودة اسود من ارض الخروب. فين مدير المكان ده؟ لا 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 لا، في ايه بس يا سامح باشا؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ الاشكال دي انت بتجيبوها منين؟ والله لا اطلب لك شرطه السياحه واقفل لك المكان ده. انا سامح رخا. خير بس سعاده الباشا، ايه اللي مزعل سيادتك؟ يا باشا احنا اسفين والترضيه اللي سيادتك عايزها احنا ممكن نعملها. تمشي بس كده يا باشا اللي تؤمر بيه. انت بنت مش عايز اشوف خليتك هنا تاني. تغوري من هنا، ارموني البنت دي بره. يعني بتطردني من الجنه يا خي؟ فايتها لكم خداره. وبهات امك بقى ولا اختك يا علوي. اوعى يالا. انا مشيتها خلاص يا باشا. انجوي.